يلا بينا النهاردة نعمل مع بعض غدا حلو جدا وسريع وإن شاء الله هيكون تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول نشوف هنعمل ايه مع بعض. أول حاجة كده جهزي 4 بصلات، حبايتين من الطماطم، قرنين من الشطة بقى الحاميين على الباردة براحتك خالص، فصين من الثوم. هبتدي أقطع كل الحاجات اللي معايا دي كده شرايح رفيعة على بعض كده، وبعد كده هجيب الفصين التوم كده هفرمهم على الخضار اللي عندي ده. هركن بقى كل الحاجات دي كده على جنب، وبعد كده هنكمل التتبيله بتاعتنا. معايا كوبايه الا ربع كده من الزيت، وهضيف عليها كمان معلقه كبيره كده من السماق، ودي هتخلي الوصفه بتاعتنا حلوه جدا. معايا كمان التوابل بتاعتي عباره عن نص معلقه كبيره من الفلفل الاسود، نص معلقه من الجنزبيل، معايا زعتر وروزماري، ومعايا كمان نص معلقه من البابريكا، رشه من الثوم البودر والبصل البودر، معايا رشه بسيطه قوي من القرفه. خلاص معايا كمان عصير ليمونيه. هنزل بكل الحاجات دي على بعضها كده، وهضيف كمان معلقتين كده من الخل. هنبتدي بقى نخلط كل الحاجات دي كلها كده مع بعضها علشان نعمل تتبيله حلوه قوي. هضيف عليهم كمان نص معلقه من الملح كبيرة، ونص معلقة صغيرة من السكر. ظبطي الملح بتاعك وضيفي نص معلقة السكر، دي بتفرق في الوصفة بتاعتنا. وهضيف كمان عليهم نص معلقة من الزعفران لو متاح عندك الزعفران، مش متاح عندك وعندك كركم ممكن تستبدليه بالكركم. خلاص كده دي التتبيلة بتاعتنا النهاردة حلوة جدا، عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة. خلاص هخلطها بقى كويس قوي، وبعد كده هكون مجهزة الفرخة بتاعتي غسلها كويس قوي زي ما تعودنا بالليمون والملح والدقيق، وظبطيها علشان يكون طعمها حلو ويكون ريحتها حلوة معاكي. لازم الحاجة بتاعتك تكون مغسولة ومنقوعة كويس قوي. هبتدي بقى اعمل لها فتحات كده علشان نخلي التتبيلة تدخل جوه الفرخة كده من جوه، تكون متبلة ومن بره وجوه. هاخد بقى 3 معالق كده من الخلطة اللي احنا عملناها دي، وابتدي انزل على البصل والطماطم والفلفل والثوم اللي احنا قطعناهم مع بعض، ونبتدي بقى ايه نخلطهم كويس جدا كده ونفكك البصل من بعضه. وبعد كده بقى هبتدي انزل بالفراخ بتاعتي. التتبيله دي اخليها كده ايه تشرب بقى من كل التوابل اللي عندي دي، تتبليها كويس بقى من بره وجوه كده، وايه اعملي لها مساج حلو كده علشان تكون شاربه من التتبيله. خلاص هنخلص الفراخ كلها كده في التتبيله. وعايزه اقول لكم الفتحات دي حلوه قوي، بتخلي التتبيله تدخل جوه الفرخه كده ذات نفسها، ويكون اللحمه بتاعتها طعمها حلو. صينية الفراخ دي خطيرة، هتعتمديها تحفة. طريقة حلوة قوي وبسيطة وسهلة يعني. هي عبارة عن شوية توابل كده على بعضها وبتديكي طعم حلو جدا. بس التزمي بقى بالتوابل اللي انا حطاها علشان تطلع معاكي بنفس التست ونفس الطعم. خلاص كده خلص كل الفراخ بقى بكل حاجة، والكبدة والقناصة وكل حاجة عندي. وبعد كده هبتدي اخد الخلطة دي كلها بقى كده وننزل على الفراخ، مش هنسيب منها حاجة. تمام. صينيه الفراخ بتاعتنا دي احنا مش هنضيف لها اي سوائل خالص، هي هتسوي نفسها كده بنفسها. الخضار اللي فيها هينزل الميه بتاعته وهيستوي منه فيه كده. بس اهم حاجه هنبقى ايه نغلفها كويس بورق الفويل علشان نكتم البخار بتاعها، وتستوي كده بقى منها فيها، شمي احلى ريحه للصينيه الفراخ دي وهي بتستوي، واحلى طعم لما تجهز معاكي. فيلي بقى عليها كويس كده. وعندك بقى ايه حلين تسويها زي ما انا هعمل. انا بحطها على البوتاجاز على عادي جدا، وبعلي النار عليها. اول ما بتغلي بقوم مهديه النار وسايباها بقى تستوي براحتها. يا اما هتدخليها الفرن برضو وتسويها في الفرن براحتك خالص. الطريقه اللي تعجبك استخدميها، بس لما بنسويها كده على البوتاجاز من فوق بتكون سريعه شويه معايا. انا بعد ما غليت ابتديت بقى اهدي النار عليها وسبتها على النار ساعة كانت استوت تسوية كاملة. وبعد ما استوت هبتدي ادخلها تحت الشواية. هنا بقى ايه تعالوا نعمل مع بعض شوية رز كده بريحة وطعم زمان. بصوا الرز ده كل ما اعمله كده بشم وافتكر كل الذكريات بتاعت زمان. هننزل بقى بمعلقة سمنة على معلقتين من الزيت، وهاخد ربع كمية الرز اللي عندي هبتدي انزل بيها على المادة الدهنية. وبعد كده هبتدي بقى ايه اقلب الرز ده لحد ما نحمره كويس. هنعمل بقى شوية رز كده متحمرين حباية وحباية من بتوع زمان، يبقى ريحته خطيرة وطعمه حلو جدا، وهيكون حلو قوي جنب صينية الفراخ اللي احنا عاملينها النهاردة.
قلبي بقى كويس كده لحد ما يدخل في اللون الجميل ده، وبعد كده انزلي ببقية كمية الرز وشوحيهم كويس قوي برضو مع بعض زي ما اتعودنا. وظبطي الملح بتاعك وظبطي المية بتاعتك يا دوبك المية بتغطي الرز كده بعقلة صباع واحد بس كده. دول بقى شوية رز حلوين جدا بطعم وريحة زمان. قلبيهم بقى وشوحي الرز كويس قوي، سخنيه زي ما اتفقنا علشان يكون مفلفل معاكي وطعمه حلو، وكمان الرزاية تكون كده ايه، مفلفلة وشكلها حلو وفيها لمعة. خلاص هظبط بقى المية بتاعتي للرز ونغطي عليه ونسيبه كده على نار عالية. اول ما يبتدي يغلي معايا بهدي النار عليه واسيبه يستوي براحته. بعد كده هنرجع للفراخ بتاعتنا، هتكون خلاص هي استوت. انا ابتديت اعمل الرز بعد ما الفراخ استوت. بعد كده هدخلها بقى تحت الشواية عبال ما الرز بتاعي يكون استوى. وهنعمل كمان مع بعض حاجة خفيفة كده جنب الأكلة بتاعتنا دي، بما ان كل الأولاد دلوقتي ربنا يشفيهم ويعافيهم داخلين في دور برد كده، عايزين ايه حاجة دافية. فهنعمل حاجة بسيطة وسريعة وتكون طعمها حلو. هنزل كده بنص معلقة من السمنة وهضيف عليها أصغر بصلاية عندي صغيرة خالص، قطعتها قطع صغيرة. هشوحها لحد ما تصفر معايا. بعد كده بنزل بقى ايه بكمية من البسلة والجزر، يعني دول حوالي ربع كيلو تقريبا مش هكتر. هبتدي أشوح البسلة كده والجزر مع بعض لحد كده ايه ما ياخدوا تشويحة حلوة. وبعد كده هكون بقى مجهزة معايا التوابل بتاعتي بسيطة خالص. معايا رشة كده من الفلفل الأسود ومكعب كده من المرق بس كده. وهنظبط الملح بتاعنا. هنضيف طبعا المية بقى، ننزل على الخضار بالمية علشان يستوي معايا. نظبط الملح بتاعنا. بعد كده هبتدي اكمل الوصفة بتاعتي. هنعمل شوية لسان عصفور بس كده ايه طعمه خطير. ضفت عليها ربع معلقة كمان من الصلصة علشان كده ايه نعزز اللون. لو عندك شوربة طبعا هتستغني عن كل الحاجات دي وهتعملي بالشوربة. بتحطي بقى الخضار بتاعك كده يستوي شوية، وعبال ما الخضار يستوي معايا شوية هكون بجهز شوية كده ايه لسان العصفور هنحمره في نص معلقة من السمنة او الزبدة براحتك. ابتدي بقى ايه حمري في لسان العصفور لحد ما ياخد معاكي لون ذهبي. وما تحاوليش تحطيه فاتح علشان لو حطيتي لسان العصفور فاتح في الشوربة هيعجن معاكي وهتلاقيه شارب كل السوائل اللي في الشوربة وهيكون شكله مش حلو خالص ولا طعمه. اهم حاجة بتحمريه كويس قوي لحد ما يدخل معاكي في اللون الذهبي الغامق ده. بعد ما بينزل الشوربة كمان لونه بيفتح شوية وبيكون مظبوط معاكي قوي كده. بقى تلاقي الشوربة بتاعتك خفيفة ومظبوطة. لما بتحمري لسان العصفور كويس بيخلي الشوربة بتاعتك كويسة. لو حطيتيه فاتح هتلاقي الشوربة تقلت منك، شرب كل السوائل وهيكون معجن ومش حلو خالص. والرز بتاعي كمان كان خلاص استوى. نديله بقى تقليبة علشان نبتدي نقدم الأكل بتاعنا. وكمان سويت فحمية كده على النار علشان أضيفها على الفراخ، بتديها طعم حلو جدا، طعم الشوي أكنها مشوية على الفحم بالظبط. ده طبعا لو انتي حابة. بقى نشوف مع بعض شكل الفراخ عاملة ازاي. ريحتها كان خطير جدا وطعمها تحفة ما شاء الله. وطبعا الصوص اللي بيبقى نازل منها ده بيبقى طعمه خطير. البصل بقى اللي احنا عملناه مع الطماطم والبصل طبعا ده بيتاكل وبيكون طعمه حلو جدا. صينية فراخ خطيرة، جربوها بقى هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نغرف مع بعض الاكل بتاعنا. زي ما قلت لكم الاكل كان بسيط كده وما خدش وقت خالص. طريقة الفراخ دي سهلة وبسيطة وممكن اي حد يدخل يعملها، بس اهم حاجة ظبطي التوابل بتاعتك علشان يكون الطعم حلو معاكي. معايا بقى طبق مخلل كده يفتح النفس. وهنقدم بقى الاكل بتاعنا. طبعا بتقدمي بالطريقة اللي انت تحبيها. غرفت رز بالشكل ده علشان عندي الاولاد بيحبوا الشكل ده يعني. وصينية الفراخ ريحتها خطير يا جماعة، جربوها هتعجبكم قوي. وطبعا بقى هنقدم شوربة الخضار اللي عندنا او شوربة لسان العصفور. طبعا الشوربة دي لو حابة تحط لها بقى كوسة بطاطس كمان بتكون حلوة معاكي، بس انا حبيت اعملها النهاردة كده خفيفة بالبسلة والجزر بس. وكان طعمها حلو قوي وخفيفة وتحفة. هنا بقى عايزة اقول لكم بصوا جربوا الفراخ على الطريقة دي هتعجبكم. ولو وصلتي معايا لهنا يبقى اكيد الفيديو عجبك. ما تنسيش تحطي له لايك وتعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفيني. تابعيني علشان يصلك كل الاشعارات الجديدة. بصوا بقى الفراخ كانت قد ايه دايبة وجميلة ما شاء الله. ما حطيت لهاش مية خالص، هي سوت نفسها بنفسها وكانت تحفة ما شاء الله كده. مع الرز خطيرة جدا. الرز الحباية وحباية ده طعمه
حلو جدًا، بيكون كمان خفيف وجميل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. باي.